متابعيني الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أسعد الأحوال. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض جيلي مانجا بالفاكهة أو بقطع المانجا زي ما انتوا حابين. ممكن نحط فاكهة مختلفة تاني أو نحط من نفس النوع الجيلي. أنا النهاردة عملت جيلي بقطع مانجا. كان معايا كيس جيلي كده، حطيته في كوباية مية مغلية كويس، زودتهم كويس جدا. كمان زودتهم كوباية مية تاني باردة وسبتهم بردوا. كان عندي قطع مانجا كده حطيتها، وبعد كده دخلتهم الفريزر. طبعا انا ما حطيتش سكر، مش معنى كده ان هو ما يحتاجش سكر، لا، اللي عايز سكر عادي يحلي عادي، تبع كل واحد واحتياجه ايه من السكر. انا عن نفسي باخد احتياجات قليله جدا، عشان كده انا استكفيت بحلى المانجا نفسها وحلى الجيلي. طلعوا معايا من الفريزر بالشكل الجميل ده. طبعا حاجه جميله ورطبه ومنعشه جدا في الصيف، وفرق لما ناكل جيلي ساده مما ناكله بقطع فاكهه معايا. فشايفين حضراتكم بقى الجيلي عامل ازاي، وشايفين قطع المانجا ازاي. حاجة عظمة، حاجة جميلة جدا. يا ريت يا حبايبي تجربوه، بالهنا والشفا للي يجرب. وكمان ما تنسوش تشتركوا في القناة وتنوروني باشتراكاتكم الجميلة وتفعلوا زر الجرس. وانا اشكر اي حد اشترك عندي، اشكره. ويا رب يديمكم نعمة في حياتي، ما تحرمش منكم، وربنا يحفظكم